اللي في الصورة دي الحاجة فاطمة. كل اللي اتعامل معاها اجتمع على حاجتين: ست طيبة وجدعة وبتحب كل. في سنة 2015 في شاب اسمه أنس عنده 35 سنة، شاب مصري عايش في إحدى الدول الخليجية. تجيله مكالمة غريبة الساعة 1 الظهر، أمه ماتت، ولكن مش موتة عادية، ماتت مقتولة. بس الغريب هنا عرفوا إنها مقتولة إزاي. الحاجة فاطمة متعودة إنها تصحى بدري للصلاة الفجر وتقعد تسبح لغاية الساعة 7 وتنزل تفتح الدكان الصغير بتاعها. الغريب إن الحاجة فاطمة ما نزلتش بقالها أسبوع ومش باينة خالص. بعض الجيران قالوا ممكن تكون راحت عند بنتها هند في اسكندرية، بس كان في واحدة صاحبتها وبتحبها جدا اسمها الحاجة فايزة. الحاجة فايزة كانت جارة الحاجة فاطمة. الحاجة فايزة راحت للحاجة فاطمة البيت تزورها، يمكن تكون عيانة ولا حاجة. بس أول ما قربت من البيت شمت ريحة صعبة جدا، والباب كان شبه مفتوح. زقت الباب، وأول ما شافت المنظر صوتت بصوت عالي: الحاجة فاطمة مقتولة وغرقانة في دمها.